المقدمة اللي حبيت نقولها هو أنه أنا منذ سنوات وأنا مثل ما قلت لكم رافد كفني في يدي ومسبل، ووصيت حتى يعني كما يقول لك الناس القبائلية وولادي، قلت لهم كل واحد يعوم بحر. يعني تسمعوا فيا مرة باللي تم اعتقالي، تم قتلي، تم كذا، توقعوها. وداير حسابي الحمد لله مع أفراد الأسرة تاعي الصغيرة، أفراد الأسرة تاعي الكبيرة في الجزائر. تفنتهم موبي الله يرحمهم، تفنتهم قبل ما نخرج وقلت لهم باي باي، بقى على خير. اللي يموت يقولوا لي مات نقول له الله يرحمه، اللي مريض ربي يشافيه، وصلت كني. لأنني تحملت مسؤوليتي واتخذت قراري اللي هو قرار لا رجعة فيه. ما هو قراري؟ ليس المعارضة، قراري هو المساهمة رفقة شرفاء أحرار داخل الجزائر. لأنه مانيش وحدي، يعني السعيد بن زديرة مانيش وحدي أنا قاعد ننشط ونكتب وكذا، مستحيل. أنا معايا شرفاء أحرار، نعم. يعني اتفقنا أو تعاهدنا على المساهمة رفقة ملايين الجزائريين، المساهمة في إصلاح الوضع الفاسد وتطهير الساحة من المفسدين والخونة والعملاء. وهذا القرار اتخذته من 2014 وأنا مستمر فيه لحد الآن. تمنيت من كل قلبي أنني في 2019 نتوقف، لأنني من 2014 إلى 2019 كنت نمارس في انتقاد وجلد ذات سلطة بوتفليقة الله يرحمه. كنا نقوم بعمل الهدف من وراءه ويشهد الله على ما نقول هو إصلاح وتطهير الوضع الفاسد، وكنا ننصح ونحذر وندق ناقوس الخطر، ولكنهم تكبروا وتجبروا، وهي النتيجة. في 2019 لما شفنا أنه الحراك الشعبي نجح، وقفنا ضد الحراك الشعبي شطيح ورديع ولا المخلاص. أهداف الحراك الشعبي تحققت، وهي لا للعهدة الخامسة، انتهى حكم بوتفليقة. إذن نبدأ مرحلة انتقالية.